مشيتي الشهرزاد وفتت شهرزاد فين مشيتي؟ سؤال صعيب ياك. مشيتي لجوجل؟ لا يصلح قلبي كاع واحد ما سؤال صعيب لا والو. انا شفت غير واحد السميه في التكست انا ما عجبتليش لحقاش ما كنبغيش ندخل لهذيك علمانيون وهذاك الشيء بسبب هاد الناس اللي كيسبوا لا اللي ما كيسبوش ما كنبغيش. ها هو قال لك اسلام الدين ديال كيف ها هو هذا ما شفتوش والله ما شفتو هذا الشيء. ايوا خصك تشوفيه. شوف من حقه ما تسبكش نتايا. من حقه. لا واش نتايا وكيل ديال الله؟ لا الاسلام انا كنمثل الاسلام في هذه الغرفه. اش كتمثل؟ انت كتضرب في الويب كيفاش كتمثل الاسلام؟ كيضرب في الويب كيف يقول كتمثل الاسلام؟ انا كنهضر وانت حتى انت يهابيليت الاسلام لانك مسلم وكتشرب وكتهضر في الدين. حتى انت راه ما احترمتيش الدين. لو كنت تعرفي الاسلام كيفاش بدا وكيفاش وكون عرفتي واخا راه الصحابه كانوا كيضربوا النبي. الصحابه كانوا كيضربوا النبي حرموا محمد قبل ما يموت ولا تقربوا الصلاه. ايوا عارفه هادشي عارف بيان سير. انا غنعلمك الاسلام اخويا امين. انا فقيره. انا نسلم على الشيخ ديال الازهر نحنتو. كتحبني غير جيت وخرجت منه ولا عاوديني؟ ما كنتش كنعرف الدين كنت مسلمه. منين عرفت الدين خرجت منه صدقني. لا شوفني كتعرف الدين يا اما كل والله الا كمل الكارو. انا غادي نمشي ندير الساعه دابا نشري الكارو. والله الا كمل الكارو. الكارو حرام. المهم سير اخويا. انت مسلم بوتزواني. غير ما تبقاش تقولوا نتوما كفار. راكم نتوما اللي كفار. تعرفوا دينكم عاد دافعوا عليه. والاخت مسلمه والفاجر واحد جالس يكبي ويسكر شويه غادي يعيط لشي ماما سيتا في الاخر كيقول لك كنسكر. شوفي انا كنسكر كنكمي كنفح ندير لانك الاسلام اصلا ما تقدرش تطبقه. ما تقدرش الا جيتي تطبق الاسلام غادي تمشي لداعش. داعش الله ينعل جد قحبه ديماهم راه الروم غاش من داعش. قول لي لا ما تقولش لا الروم سا دو با دير انك تخسر الهضره. يا اسمحوا لي ما كاين مشكل. داعش انا لو كنشد شي داعش يكب على يما ليسانس ونربطو ونشعل شنو اللي دار داعش؟ ما كاينش في القران والحديث والسنه. شنو اللي داعش يعني شي حاجه دارها ومسلمه وانفجر. وجاوب لي سؤالي. انا شوفي الله يجازيك ما تخلطيش. عطيني شي حاجه ما تخلطيش. وجاوب سؤالي دابا ما تبقاش عليا الانشاء. لا انا انسانه عندي انا جو سوي ساينتيفيك. 1 زائد 1 تساوي 2. ما تديرش لي الانشاء. عطيني شي حاجه دارها داعش وما دارهاش النبي محمد. عطيني. اصلا هي السنه هي كل الاعمال اللي قام بها النبي واللي احنا خصنا نديروها. الوغ داعش دارت اكزاكتلي وات محمد يستدو. عطيني شي حاجه دابا دارتها داعش ما دارهاش محمد. الحرق انا متفقه معاك. فاش حرقوا هذاك معاويه حتى واحد قال لهم كنعيو نقطعوا له راسه. ما كانش غير نحرقوا لان الحرق من اختصاص الله دابا غاضب عليهم. سمعتيني شنو قلت؟ العساس اخويا ولكن ما تسبش. الا سبيتي راه صافي دير ما عندكش الانسر. السب والشتم علامه الضعف. شكون اللي لا حيت الاخ باغي يطلع وسميتو لوكس فاميليار تمي. لا فايت سابنا ياك. لا لان السب والشتم ما غادي يدينا لتا شي بلاصه. ما غتقنعنيش بالسب والشتم. اعطيني انا مستعده نرجع للدين. انا كنقول يا ربي وريني طريقك وانا نتبعك. واش انا باغا نبقى بلا دين؟ ما كرهش انا تكون عندي واحد الارضيه مسلمه وجا شيخنا الجليل
الشيخ نرجع لك جبريل احنا هو الفقيه ديالنا ولكن اخويا. بعض المرات جبريل ما كيبغيش يهضر في الدين، سا ديبون هو شنو المود. مسلمة، وي خويا، سولت بعد الموت هل هناك حياة؟ انا شوف تكون ولا ما تكونش، ما تقولش لي انا الاسلام دين. I don't know ما عنده حتى علاقه، ما عندها حتى شي علاقه. كاين بوذا كيتسنانا بوذا، اوكي. شكون بوذا؟ دابا انت اش تدخل ليا؟ شوف واش الاسلام دين من عند الله، راه كاين 4000 ديانه، واش غير حيت ما بقيتيش تجاوبي بين الاسئله ديالك تعمل بالخرافه؟ ما كايناش 4000 اطلع ديانه. بقى بلاصتك. كاين اليهوديه والاسلام والمسيحيه. الاساس بقى بلاصتو، طلع. السلام عليكم اخويا، تسمعوني؟ لا كامل. ماشي مشكل سي با غراف، ماشي مشكل. كاينه واحد الحاجه انا غنجاوبك عليها اللي قلتي انت، بان داعش كيديروا لا ميم شوز اللي كيدير الرسول صلى الله عليه وسلم. انا نقول لك واحد الحاجه كيديروها اللي الرسول ما دارهاش. اوكي شنو هي؟ الحاجه اللي كيديروها هي الترافيك ولا لو ترافيكاج ديال البترول، هذا ما دارهاش الرسول. في ايام الرسول كان البترول. ثلاثة أختي كريمة، خلينا نهضر الله يرحمك. وزيد عليها الأسلحة اللي كترمى بالبالات. خلينا نهضر الله يرحم لك الوالدين، وما تقاطعنيش خليني نكمل البوان ديالي الله يرضي عليك. واش راح قلت لك تفضل وصافي اخت خليني نكمل الهضره ديك الساعه. ما تهضريش خليني نكمل الهضره. ما كنهضرش كمل هضرتك. اوكي، الحاجه الاولى هي لو ترافيكاج ديال الاويل ديال البترول. كيمشيو كيبيعوه لا تركي، كيبيعوه لفرنسا، كيبيعوه لكاع دوك الدول المحيطه باش يدبروا على العاقه، باش يشريو الاسلحه والمسائل باش يرعبوا الناس. هذا هو السيستم اللي غاديين به. بلاتي خليك هذا لو بوا رقم واحد. لو بوا رقم جوج، هاد الناس هادو ولاو كيقتلوا المسلمين اللي داخل البلاد اللي مستعمرينها. الرسول مش كيدير، ما كانش المسلمين اللي داخل البلد المستعمر. هذه ثاني حاجه. كاين بزاف د الحوايج داروها هاد الناس هادو. يقولي ما تقولش لي بزاف، دير مداخله. هادو غير جوج دابا غير جوج هادو اللي فكرت فيهم دابا. عيني الله يرحم لك الوالدين. وانا كنسلم على السيد انت مالك؟ او ماي جاد. قلت انت باغي تدابز بالعاني حيت عارف راسك ما باغيش ندابز، انا عطيت شكون غير كنسلم على السيد. سلمت على السيد جبريل. تفضل اخويا جبريل تفضل. شكرا اختي مسلمه. صافحين على الصباع على اوكي. مرحبا بك اخويا لاس، مرحبا بك. غير نفسك اخويا على اساس من ندخل في شي موضوع تكون قدو. من ندخل في شي موضوع خص تكون قدو. يعني الموضوع هذا اللي كتكلم فيه. قلت انا الرسول ما قتلش مسلمين. الرسول ما قتلش مسلمين، يعني كتاكد بان الرسول قتل الكفار. يعني كتميز ما بين الكفار والمسلمين. قلت ان الرسول ما قتلش مسلمين. اوكي، الرسول ما قتلش مسلمين. اش رايك بان الرسول امر بقتل عبد الله بن ابي الصرح؟ امر بالقتل ديالو والصحابه ما فهموش، حتى جبدوا السيوف وما فهموش. اوكي، عبد الله بن ابي الصرح انت ما عرفوش شكون هو، وقصه طويله، وانت ما غادي ندير لك نجبد ورقه وستيلو ونبقى نبدا معك بالزيرو ونعلمك اصول الدين ونواقض الايمان ونواقض الاسلام وهذا. فمن الاحسن انت غير ورث الدين نكلمك غير من الفوق للفوق. ابو بكر الصديق اللي هو الخليل ديال الرسول دار حروب قداش مات فيها 100,000 مسلم. 100,000 مسلم. كي كتسمى ديك الحروب؟ تسمات بحروب الردة. مسلمين مع مرتدين، فقط لانهم منعوا انهم امتنعوا على تأدية الزكاة لبيت الخلافة اللي كان هو ابو بكر. فحاجه وحده تخرجك من الدين، حاجه وحده في الاسلام سميتها مناوقض الاسلام، هو بزاف تقدر تحسبهم حتى 200 حاجه.
200 حاجات قد تخرجك من الاسلام، اعتقاد، افعال، ايمانيات قد تخرجك من الدين. على سبيل المثال لو كان تقول ان الزكاه ماشي من عند الله انا كافر، انكرت حكما من حكم الله. هذه ثانيه. وهدرت في الدين، مادام قلت له ما قتلش راك هدرت في الدين. مادام قلت ان الرسول ما قتلش اذا هدرت في الدين. اسمح لي يا خويا جبريل، وقال لك الرسول ما باعش البترول باش يشري السلاح، واش البترول كان في عهد الرسول؟ اسمح لي. تصوري ان داعش ارحم من الرسول اللي دار الرسول. ايماجينيو داعش ارحم من الرسول. الرسول شد اطفال ونساء، قتلهم الرجاله ديالهم وخداهم وباعهم في الاسواق وشرى بهم اسلحه. داعش ارحم من الرسول. علاش؟ داعش شدت البترول وباعته، ماده كتستخرج من الارض. الرسول باع روح، اطفال صغار باعهم في سوق النخاسه وشرى بهم الغزوه ديال بني قريظه. كان خاصو السلاح، جاب اطفال ونساء وباعهم شرى بهم السلاح باش يغزي القبائل الاخرى. من انت ما عندكش درايه بالدين ما تكلمش. لان داعش اخويا الاساس عندها نصوص كتكلم. داعش كيستاندوا القران والسنه. داعش من كتجي تقول لك فلان مرتد، حتى واحد من الامه الاسلاميه ما جاب الفيديوهات ديال لا الازهر لا علماء السعوديه، ونتحدى اي واحد يجاوب داعش، نتحداه. هذا العالم الاسلامي كامل، الكره الارضيه، حتى الا كان في اسلام في كواكب اخرى نتحداهم يجاوبوا داعش. لان داعش الكلام ديالو قال الله قال الرسول، هذا هو الكلام ديال داعش. ولكن تخليني نجاوب واحد النقطه. خليني نكمل. اوكي خليني نوريك، ماشي مشكل ياك. خليني نوريك الاخطاء ديالك، ماشي مشكل. كمل باش مره اخرى ما تعاودش تغلط. مره اخرى باش ما تعاودش، لان تقد تكون كتكلم شي واحد ولا شي مسألة على اي سي باش تكون انت على علم. انا ما كنهضرش في الموضوع ديال الدين. غير ما كنهضرش في الموضوع ديال الدين. انا كنهضر على ايسيس. هي كتهضر على داعش دوله هي كتهضر على داعش سميتها الدوله الاسلاميه. الله يهديك اخويا الزين، الله يهديك اخويا الزين، الله يهديني انا. الله يهديك اخويا الزين. اوكي عارف انت شنو العلاقه ديال داعش مع انت عارف شنو هي العلاقه ديال داعش سياسيا بهذاك المنطقه؟ ولا انت عارف على داعش شنو كاين؟ بلاتي انا اختني بداعش، سياسيا لا انا كنهضر مع ديك السيده حيت قالت لا شنو قالت الناس، واش شنو قالت الناس ولا ما سمعتيش؟ ماشي شغل انا في هذا الشيء كامل. ولا تدخلني انا في هذه المعنى كامله. انا جاوبت على ما بغيتش ندخل معك على هذا الموضوع. بلاتي داعش اش كتحكم في الاراضي ديالها؟ انا ديك مش كتشرع. واش انت شفتي شنو دارت في العراق؟ شفتي شنو دارت في سوريا؟ ولا شفتي شنو دارت في المناطق؟ اشنو دارت في سوريا والعراق كيخالف الاسلام؟ جاوبني. اوكي شنو من المسلمين اللي كاينين في العراق وكاينين في سوريا؟ انواع ديال المسلمين. تقدر تثبت انه مسلمين؟ كيفاش كتقولي تقدر تثبت انهم مسلمين؟ اوكي كاينين سنيين وكاينين شيعيين، كاين السنه وكاين الشيعه في العراق وفي سوريا. ما كنكلمكش على اشوف في الشريعه يجوز قتل المسلم حدا او تقتل خوك المسلم. انت واش كتروح على راسك ولا شنو؟ في الاسلام من قتل نفسا بغير حق فحقه جهنم. اوكي اش كتهضر انت؟ النظر واحد ما عنده مداديه حاجه. ما تكلمش بزاف، ما حاول تفهم. كتمشي كدير غلط وقد تمشي تغلط خليني نصحح لك. وما معنى من قتل مؤمنا او مسلما بغير حق؟ ما هو الحق؟ شنو هو الحق؟ التفسير ديال الفقهاء شنو هو الحق؟ كيفاش الحق؟ شنو هو الحق؟ واش نحن انت الحق؟ ايوا شفتي كتقول واحد الايه وانت ما فاهمش. لا واش نحن انت الحق؟ انا كنعرف الحق اللي كنمشي عليه. هذاك الشيء علاش انا بخير هاد الساعه.
اشنو هو الحق اللي كتمشي عليه انت؟ قول لي. الحق اللي جابوه داك الكتاب ديال القران، هذاك هو الحق اللي كنمشي عليه. انت قاري القران باش قاري القران قاري القران اشنو هو ولكن ما حافظوش. اوكي، اشنو هو حكم الزاني المحصن؟ الحكم ديال الزاني ان يرجم. هذا مسلم، هذا مسلم. اوكي، وعلاش قلت لي المسلم ما يتقتلش؟ ها هو المسلم هنا كيتقتل. كيفاش المسلم هنا كيتقتل؟ سي محمد اون 2017 واش انت كتفكر واحد شويه؟ الاسلام دين ديال الرحمه ماشي الدين ديال القتل. انا كنفكر كوم سا دابا واش شغلنا فيك انت كتفكر كوم سا ولا كتفكر كيفاش انا كنعطيك الاجابه ديال العساس تكلمش بزاف، حاول تفهم. كل كلمه كانت مصيبه، كل كلمه كتبان مصيبه، حاول تسمع باش تفهم. انت قلت لي المسلم ما كيتقتلش، قلت لك واش كيتقتل المسلم حدا؟ المسلم حدا في الحدود، المسلم كيتقتل. هو الحق اللي كتكلم عليه انت، هو الحق. مشيت درت واحد المصيبه اخرى، قلت لي انا كنفكر هكذا. انت واش كتمثل الاسلام؟ شكون انت شكون هو انت؟ انا كنفكر هكذا، ومن بعد واش شغلنا فيك انت؟ حنا كنتكلموا على الاسلام، ما كنتكلموش عليك انت كيفاش كتفكر. الاسلام فيه قران وسنه، الاسلام فيه قواعد. هو مشى يبغي غير يتكلم، ما يبغيش هو من خصك تصبري. ماشي كتصبري دابا، هذا الى اول مره يسمع هذا الشيء راه ما غاديش يستحمل، ضروري ما غادي يغوى، ضروري ما غادي فما شويه، وغادي يبقى شويه مره يسمع حاجه حتى يبقى يدخل الشك بشويه. على اي حال، امين ناظور قال لي راك غلط اخويا. فين هو امين ناظور؟ امين ناظور طلع اخويا، طلع اخويا. انا راه خاصني غير اللي يصح لي اخويا، انا خاصني غير اللي يصح لي. مرحبا العساس، مرحبا. تفضل اخويا امين ناظور. اي حاجه غلطت فيها صحها لي اخويا. نتمنى ان انسان يطلع ويقول لي راك غلط في هذه. وعليكم. اوكي. اوكي شنو خوارج؟ اوكي. ممكن تعرف لي ما معنى غير بلاتي شوف غير بلاتي من تقول كلمه خصني نفهم باش نكمل معك، لان غادي انت غادي تقول 20 حاجه ومن بعد غادي نقول لك شنو هذه ما غاديش نتفاهموا. غادي تبقى تقول واحد الكلام انا ما فهموش. زيد جبريل قلت 40 كلام نتايا. زيد واخا. قول لي، عرف لي الخوارج. شكون هما الخوارج؟ الخوارج هم من خرجوا عن ملة الله، وهم اللي اصطنعوا. نعم، خرجوا على الملة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا على الشريعة. خداو. شوف اسمع لي. خداو شي نصوص شي آيات وخلاو حوايج اخرين. هما الخوارج. شنو هما حوايج اخرين؟ شنو هما اللي خلاو خرج يخرجوا خارجا؟ خوارج المجموعة، خوارج الاصطلاح ديالهم. خرج يخرجوا هما الخوارج. وانا كنحسبهم هكا الخوارج. يعني ما كنقولش اول مره تسمع كلمه خوارج. فين شكون قالها لك؟ انا جبت لك. ما تقوليش اتهاول، تكلم معايا. عطيني، جيب لي شنو نقول لك. اتيني بجواباتي. اعطيني واحد. شوف درتها قبل ما تكلم، كيتكلم معك واحد الانسان بسيط. واحد انا راني بسيط. انا لك انا راه بروفيسور ماشي عالم. واش انا قلت لك بروفيسور؟ انا قلت لك انا بروفيسور. حاول تسمع. واش
حاول تسمع. فقلت لك انا واش انا بروفيسور في اوكسفورد. انا راني واحد الانسان داخل بحالك، غادي يتبادل فكما قلت لك اخويا امين، انا واحد الانسان بحالك كنتعلموا ببعضياتنا. الانسان اللي عنده شي معلومه موثقه وعنده عليها دليل كيجيبها. دابا السؤال قلت لي ان داعش لا يمثون بالاسلام بصله، سهله وثقيله الحل. اعطيني واحد الحاجه درتها داعش ولا قالتها داعش ما كاينش في القران لا في السنه ولا في كتب الفقه. حاجه واحده غادي نمشي لها وتقول لي هذه الحاجه اللي درتها داعش ما كانش في الاسلام، غير هذه حاجه واحده. نعم. يلا تفضل. شوف أخي الكريم، الدين ديال الإسلام يتمدد بين العصور. أنا غادي نمثلو لك بحال واحد الرولو ديال واحد الكتان اللي ما غاديش يتسالى حتى يوم البعث، وكيتسرح داك الرولو، وكل عصر عنده مقاييس وعنده كذلك امور اللي كتضبطو. الا تكلمتي لي على بعض الايات اللي نزلت في واحد العهد اللي كانت هناك حروب صليبيه او حروب يعني مع الكفار في العهد ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وجيت توقع الآن في 2017، ما يعني كاين الاجتهاد ما غاديش تكون هي كذلك. يعني كاين تطور فيما يخص الشريعة الإسلامية، ما غاديش تبقى هكاك. حنايا لا قلنا أن الزاني يجلد والمحسن يرجم كذا وكذا، في هذا العصر كاين فقهاء وكاين يعني اللي كيقوموا بالجهاد، يعني ممكن ان الزاني يحبس. هذا هو اللي بغيت نقول لك، يعني بواحد الطريقه شعبويه، ماشي غادي نذبحو ونحرو وواحد الشيعي نصلبوه وواحد كافر وواحد كيقولوا له لا 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 لا, لا يا اخي، ماشي هو هذا الاسلام. الاسلام الحقيقي هو الدين ديال الرحمه، والدين ديال اليسر، ماشي عسر. ما غاديش نقاتل الكافر الا هو هز السلاح ديالو وقاتلني. غادي نعاملو باخلاق ديال الاسلام. وراه عندكم قصص كثيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القصه المعروفه على اليهودي الذي كان يرمي الاوساخ ديالو. هذا الشيء معروف. لا ماشي بنو قريظه خويا مروان، هذيك الويسكيه اللي ضربتي راه بيريمي. كان غير نصيفط لك تقول لي فين راك، نصيفط لك وحده في الكار في 6 ايام ولا باش تضبط الامور ديالك. يمكن راك على برا راني غير نزعق حنا نزعق، هي راني غير نضحك. وإلا كانت علاش مرحبا والله اخويا مروان، الا كانت كيقولوا راك في المغرب مرحبا. المهم بالنسبه اخي جبرائيل اللي خديتي واحد النقطه على الاسلام يا اخي، ماشي هذاك الاسلام اللي كتحدث نزلت فيه بعض الايات على القتل وعلى الردة وعلى قطع اليد السارق وعلى الرجم ولا لحقاش الاسلام يتطور مع لا نختم دابا، يتطور مع العصور، يتطور مع التاريخ، يتطور مع يعني الحياة.
هو اللي بغيت نقول لك اخويا جبرائيل، باش تقول لي ان داعش كيمثلنا بتاتا، لان داعش اولا صناعه صهيونيه، صناعه امريكيه، يعني كتقوم ببيع وشراء البترول، وكتستلم كذلك الأسلحة بالطائرات، وكينزلوا بالباراشوت، والفيديوهات راهم كاينين في اليوتيوب، وكيقتلوا الإخوان ديالهم الشيعة، وكيقتلوا الإخوان ديالهم المسلمين، وكيقتلوا بزاف ديال الحوايج. انايا الا قلت لي شيعي ما غاديش نخرجوا بالمله ديال الاسلام، واخا كيضرب في عمر، واخا كيضرب في اي، ما غاديش نخرجوا، ما عنديش يعني اليقين باش نخرجوا. لا نجبدو عندي، نحاول ما امكن نجبدو عندي ونحسبوا معايا. كنتكلم على الشيعي اللي بحالي، ما كنتكلمش على الخامنئي وعلى الحكام وعلى اللي عندهم علاقات مع الدول الصليبية والصهيونية يا أخي الكريم. وأنا أتعجب كثيرا للرومة المغربية، الإخوان اللي مشوا لأوروبا وداروا لهم غطس للدماغ، والإخوان كذلك اللي قراو الكتب الحمراء، والإخوان كذلك اللي قراو الفلسفة ودخل لهم شكوك ومن ذاك الشك يعني أنه خرجوا من الملة. كنتعجب، واخا هكذاك طيب لنفسك، طيب لروحك، ولكن كنتعجب الناس اللي كيدخلوا طيب لينا قلبي. لمهاجمة الإسلام وتحدي الإسلام، ويعني والضرب في الإسلام والضرب في المسلمين يا أخي الكريم. أتعجب لماذا؟ الله أعلم. ياك أنت ملحد، خرجتي بالملة، خرجتي بالإسلام، عيش حياتك، ربي يزيدك ويتملك ويبارك فيك، اللهم بارك وزيد في ذلك. باش تضرب في واحد الخو مسلم ودير الروم غير باش تضرب في الإسلام، هناك عالم تعجب، هناك عالم استفهام. واش بغيتي لي الخير انا باش دير الروم؟ بغيتي لي الخير انايا؟ بغيتي ترد الناس؟ لحقاش هناك يا اخي الكريم يمكن انتيا بالثقافة ديالك وبالقراءة ديالك بالكتب وكذا يقدر انه يدخل لك شك ويدخل لكوك، وكذلك من حقك انك نصور تسمح لي يا خويا امين، هو جبريل تيهضر معاك بالنصوص الاسلاميه، فهمتي، النصوص الفقهيه، تيجاوبك. غير اسمح لي، وتيجاوبك الا عندك الصداع، الا جاوبك شي تفسير شي ايه تعطيك تفسير بالاثار، فهمتي، ديال ابن كثير ولا فهمتي. اذا انت تبقى تهضر على السياسه ولا هادي وخرجتي على الموضوع من قبيله احترمناك سمعنا ليك، من الاحسن فهمتي تهضر في الموضوع ولا خليه هو يتكلم، فهمتي يا خويا امين. اوكي واخا انا يمكن انا طولت في المايك، غادي ننزل نخلي الناس لا يسالوا ويلا كوا في المايك. ماشي داكشي خويا امين، انت تتحدث على الدين ولكن ما تجيبش نصوص اصاحبي. كتكون في المغرب مروان؟ مروان وين في المغرب؟ راك في المغرب ياك؟ وين في الدرك الاسفل؟ الله لي في راسك مزيان وفكر مع راسك، تعرف واش تدير ولا طلع لشي بابا وتبقى تأمل مزيان هاد الخلق اللي كاين اخي مروان. قد تأمل مزيان تأمل كيفاش انني خلقت وعلاش خلقت وكيفاش هاد الشيء وكيفاش خويا امين برك انا متزنقق، وانت انا بقى نتزنقق عليك ونبقى نعطيك روايات الحاديه خويا. حشومه عليك، خلينا بالروايات وخلينا بالنصوص اصاحبي. كنهضر معاك اخ خويا مروان، والله الا خلينا بابن كثير وخلينا بابن زعير. تأمل اخي في هذا الكون. امين كتسمعني؟ نعم اخي جبريل، وهو كنسمعك. خلي هاد الروينه كامل، هاد العجينه اللي نقولها تتكلم نقولها عليها جنب. اخي جبريل ماشي
ماشي مع كلام التالي. ما معنى خلق؟ ما معنى خلق؟ ما معنى خلق؟ الخلق هو اللي عنده خالق. الخلق هو اللي عنده خالق. نورمال وي. صافي راك مزيان. الخلق كمل. عنده خالق. تفضل زيد معايا. لا راك غادي مزيان، غير كمل امير غير كمل. الخلق بحال اللي كتقول ماد ان ايطاليا ولا ماد ان تشينا ولا ماد شي حاجه مخلوقه. هذاك صنع. داك صنع. لا، كاين الخلق وكاين الصنع. كاين واحد التراتبيه ما بيناتهم. الصنع يفعله الانسان، والخلق كيخلق الله عز وجل. مزيان. شنو المفهوم ديال الخلق؟ الخلق اصطلاحا ما معنى؟ الخلق اصطلاحا شنو معنى الخلق؟ الخلق يتضمن مجموعة من الأمور اللي وضعها الله عز وجل، اللي كنشوفوا منها الجنين كيفاش كيكون وكيفاش كيتطور من واحد ديال المني، كيفاش كيتطور، كيفاش كيخرج. هذا هو الخلق. الخلق كيحتاج لسبب. الخلق كيحتاج لسبب. نورمال انه الى تحدثنا على الخلق كيحتاج لسبب، ولكن الى رجعنا الخلق الاول اللي كان سبب باش نكون انا ولينا، ماشي لنا قسمة لا نهاية، ولكن الى ولينا في الظرفية الزمنية ولينا الخلف بواحد التدرج اللور نوجدوا ان الخالق سبحانه وتعالى خلق ادم وحواء هما اللي كانوا السبب، وقعت ما بيناتهم يعني خلق هذا السبب باش تخلقوا هابيل وهابيل والى ما وقع. كذلك كاين سبب اللي وضع الله عز وجل بالنسبه للمعاشره الزوجيه باش نكونوا حنايا. كون معك كنهضر معك وانت كذلك راه خلاتك المراه، وكان السبب ديالك الوالد ديالك، وكذلك مروان وماسيليسا وقيس على ما ذلك. ولكن الا رجعنا للور مزيان ولكن انت ما غاديش تضبط التاريخ وانا ما غاديش نضبط التاريخ، لحقاش ما نقدروش عن فلان من فلان كيفاش يعني كاين يعني اللي كيقول لك كان الانسان قرد، وكاين اللي كيقول لك ان الانسان كان شكون هذا اللي قال يعني خلق؟ شكون هذا اللي قال الانسان خلق؟ شكون هذا اللي قال الانسان كيقولوها بزاف ديال المفكرين. هما المفكرين. شكون هذا اللي قال الانسان؟ شكون هو اللي قال الانسان خلق؟ غير في الديكسيونير ديال السادسة قريت في المغرب كان السادسة ابتدائي في التسعينات. كنا يعني في الديكسيونير في واحد الصفحة كيوريو ان القرد كيتمشى، زيد شوية كيوقف، زيد شوية كيوقف، زيد شوية حتى ولا انسان. ولا انسان. زيد هذا الشيء راه مضبوط عندهم. عند من مضبوط؟ عند من؟ عند الكفار اللي بغاو يسوقوا لنا هذه الفكرة. نعم. دابا السؤال ديالي، شكون اللي قال لما هذا الكفار قال لك اودي بنادم كان قلد؟ شكون هو؟ نعم هذا السؤال اخي جبريل. شكون قال من الكفار ان بنادم كان قلد؟ إن كتاب قريتها إن عالم قال شكون قال؟ شكون قال لهم؟ واجب عليك
الله شكون قالوها هما ما قلتهاش انا. شكون قال؟ راه قلت لك راه قالوها العلمانيين والملحدين اللي قالوا ان الانسان تطور واصبح يعني اكثر نظاما ويعني وتطور بالنسبه للتكنولوجيا وعرف كيف يوقد النار ومحتمة وزيد وصلنا امين الكلام بزاف امين. راه ماشي هو انك تفهم الناس، شحال ما اختصرتي وفهمتي السؤال وقللتي. والله اخويا جبريل ما كنهضر بزاف، غير حاول تسمعني تفهمني مزيان. شحال ما فهمت شحال ما غادي تجاوبني. سولتك انا قلت لك شكون هو هذا الملحد ولا الكافر اللي قال بنادم كان قرد ولا بنادم. انت غادي تمشي وغادي تقول لي راني سمعتها على واحد الملحد ولا واحد الكافر عاش سميتو قال بان راه ان علاش. حتى انا نقدر نقول لك راني سمعت بان المسلمين كيقولوا بان محمد ما رسول وما والو كذاب. غادي تقول لي لا ما يمكنش. انا نقول لك سمعتها. تقول لي شكون هما هاد المسلمين؟ انا نقول لك ايوا سمعتها. فين سمعتها؟ لو كان نجيو نديرو على سمعتها، لو كان الله غادي يكون والله ما غاديش يكون وسوبرمان كاين وشفت سمعت بلا سوبرمان وبلا كذا وبلا كذا. حنا ملي كنتكلموا بدلائل ماديه. يعني من تقول ان الكفار قالوا، الكفار عندهم بحوث علميه، عندهم ناس منظرين، عندهم مثقفين دارسين العلوم. تمشي تجيب ليا واحد انت دير واحد التقليبه في جوجل مع مسيري، ما غادي تمشي تقول لهاد جوجل بحث علمي ولا شي كتاب ديال الكفار فيه بان بنادم كان قرد. صافي وتنا وقول لي شنو هذا. هو هذا عالم ديال البيولوجيا مختص بالمجال قال بان بنادم كان قرد وصافي. فهم دابا. يلا تكلم دابا امين. امين الدار عماد هذا السؤال قريت شي كتاب ديال التطور ولا ما قريتش عماد؟ عمر قريت كتاب ديال التطور؟ لا. هذه المشكله ديالك. دابا علاش غادي حتى تتلاقى معايا وتسولني هذا السؤال؟ علاش ما تمشيش تنزل مئات الالاف ديال الابحاث وعشرات الالاف ديال الكتب ديال التطور وتقرا التطور وغادي تلقى الجواب؟ علاش تتلاقاني انا وغادي تقول لي بطبيعه الحال اسال؟ ولكن واخا غادي نجاوبك انا، راه كاين اجوبه بزاف ديال العلماء، راه كان كل عالم يعطيك جواب وكل الاجوبه كيف. لا ما استفدتش من كلامك. انا كنقول لك سير بحث وشوف الدلائل بعينيك. انظر الى الدلائل العلميه على التطور وعلى أن الإنسان لا زال يتطور والقرد لا زال يتطور وجميع الكائنات الموجودة على كوكب الأرض لا زالت تتطور. الكرة الأرضية في تطور، الشمس في تطور، الكون في تطور، كل شيء يتطور. مش مستوى علماء يا أخي. ليش مستوى الغرفة مش مستوى؟ إن الإنسان لم يسبق القرد والقرد لم يسبق الإنسان. أصلا البشر والقرود لم تكن موجودة في بداية تطور السلف المشترك. القرود والإنسان الحديث الهومو سابينس لم يكن موجود في بداية التطور. القرود الشمبانزي، المونوبو، الأورانغوتان، الغوريلا، الإنسان الحديث لم يكن موجود في بداية التطور.
كيف عرفت يا عماد؟ عرف العلماء أن الإنسان لم يكن موجود، هو والقرود. سؤال: علاش هذه الفصيلة ديالنا، فصيلة الهومو سابينس، الإنسان، أؤمن بدينك كما تشاء، لكن عندما تأتي صدق القرآن، صدق الإنجيل، صدق كتب الفيدا، صدق مدرش ربه، صدق جميع كتب، لكن عندما تأتي إلى العلم تأتي بدلائل علمية، لا تأتي بإيمانيات أو بكتاب كتب 1400 سنة أو 2000 سنة 5000 سنة وفيه أحرف مكتوبة وتقول هذه الأحرف هي دليل، فقط هذه الأحرف، هذه الكتابة هي دليل. العلم لا يشتغل هكذا. لو كان العلم يشتغل هكذا لما دخلت وكان عندك كمبيوتر، لما كنت الآن مجموع معنا في هذه الغرفة وتستمع إلي. لو كان العلم يشتغل بهذه الطريقة لكنا نركب الجمال ولازلنا نصطاد الحيوانات ونعيش في الغابة. عزيزي عماد، إذا مسألة عماد، اسمك عماد ولا؟ نعم، اسمك عماد. يا عماد، فكرتك كان نسيت، لقيتك نسيت. إيش لقيتك نسيت؟ فكرتك ما فهمت ولا شيء يا عماد. على أي حال، مسألة التطور هو بحر، التطور هو بحر من العلوم. علم البيولوجيا أساسه التطور. علم عندما وجدت ناسية، اخترتك باسمي، خلينا باسمي، من الاسم ولا. عماد، انت عايز تعرف دلائل على التطور ام لا؟ ما راح اعطيك كتاب ولا شيء، انت تشوف تطور هكذا. إيه الحقيقة انت بتصدق بالاشياء المادية، تصدق بالاشياء المادية، يعني اذا لمست او رأيت بالعين، الايمان بالحقيقة. الحقيقة هي ما تراها بعينك. أنت طبيب ولا تعرف شيئا عن العلم وتأتي وتسأل لماذا لم تتطور القرود؟ أنت طبيب وتسألني هذا السؤال. لا أعرف شيئا. في أي دولة أنت؟ في أي دولة أنت يا عماد؟ في أي دولة؟ أين درست الطب؟ في أي دولة؟ في مصر؟ خلاص، مصر فيها الشهادات، يعني كل أصبح دكتور في مصر، الكل أصبح دكتور ومعه دكتوراه، الكل في مصر، الكل. يعني تروح في مصر أسمع بعض المرات، أشوف على التلفزيون واحد دكتور يسموه هم أخذ شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس أو من الأزهر أو دكتوراه. يتكلم على سبيل المثال، يتكلم على التطور ولا يفرق بين الماكرو ايفولوشن والميكرو ايفولوشن، أو التطور الصغروي والتطور الكبروي، يخلطهم. وهذا دارس في عين شمس، والأخ عماد يعرف عين شمس.
من ارقى الجامعات في مصر. يلا صباح سعيد عزيزي ايمان، عزيزي عماد. قال لك واضح اني زعلان. تعرفوا من تسمعوا خذوها قاعده هذه. من تسمعوا واحد عنده الدكتوراه في بلد عربي، اي بلد عربي، جاو قالوا لك حوار مع الدكتور، ماشي الدكتور طبيب، انسان عنده الدكتوراه في اي مجال او اي اختلاف، حسبوه واحد طالب المستوى ديالو طالب امريكي في السنه الاولى، يا اما في امريكان يا اما في اوروبا يا اما في الصين يا اما في اليابان، ويقدر داك الطالب عنده من العلم في الميدان ديالو خير منه في الدكتوراه. الشهادات ديال الدكتوراه كتفرق. كتعرفوا عندنا ابراهيم، وكان نقول لكم ان واحد في السعوديه خدا الدكتوراه في الذرات والفساء. ما معنى الذرات والفساء؟ الحزيق والتش، هكذا رساله الدكتوراه. الحزيق والتش، ان الانسان من يحزق انه يحدث صوتا، الانسان من يتش ما فيهاش الصوت. وفي رساله الدكتوراه خصو التعريف ديال الذرات والفساء، هل هو برائحه او بدون رائحه، وفي اين حزقه ولا تشا يتوجب الغسل او اعاده الوضوء. الازهر في 2016 انا ما نتذكر ولا 2015 كنت دخلت الموقع ديال الازهر، مره كندخل نشوف العجائب اللي تما. قال لك بان الانسان الا تش، ماشي حزق، تشا، الا تش وان تشا ما كانتش ريحه لا يتوجب الوضوء. وينوضوا لهم العلماء ديال السعوديه هذا الشيء. من الاخر راكم عارفين الازهر اشعري وعلماء السعوديه سلفيين وهابيين. اش كان واش مستوعبين ولا ما مستوعبينش؟ مصر والسعوديه العلماء، هيئه كبار العلماء ديالهم خاريين على الحزقه والتشا. صراع نايض ما بين هيئه كبار العلماء، هيئه كبار العلماء ماشي العلماء، كبار العلماء، نايض نقاش بيناتهم على الحزيق. هذا هو حال الشعوب العربيه في 2017. هذا الشيء وقع في 2017. جوج ديال الدول العلماء ديالهم كيتخراو على الحزيق والتش. روسيا وامريكا راه متخارين في السماء شكون يوصل اورانوس وانه يتحكم في المجال الجوي ديال الارض. والتطور اللي وقع في الاسلحه وفي التكنولوجيا ما بين الصين وما بين امريكا. واحد الاقتتال وقع ما بين الدول ديال العالم الاول، ماشي الدول المتخلفه. وقع قتال في البحث العلمي، شكون غادي يسيطر على البحوث العلميه وانه غادي يتحكم في العالم، ويكونوا عندهم براءه اختراع ديال اكتشافات تقود العالم نحو القمر. صراع واقع بالمليارات بالتريليونات ديال الدولارات.
في الطب، في التكنولوجيا، في الفيزياء، في جميع العلوم. المسلمين راهم عاد يتخراو على الحزيقوتش. هادو المسلمين اللي كيقول لك باغيين حنا نعلموا اوروبا، حنا باغيين نعلموا اوروبا ونعلموا الدول الكافره، نعلموهم الاخلاق ونعلموهم العلم ونعلموهم كيفاش يتوضاو وكيفاش يسلموا وكيفاش يقراو الكتب، وحنا غادي نتحكموا لهم في حياتهم ونوريهم الصح من الخطا. شكون هما هذه الدول اللي كتوصلهم المعونات من الكفار، اللي الكفار كيقريوهم، كيلبسوهم السراول، كيصنعوا لهم اولويز النساء ديالهم، كيخيطوا لهم سليبات ديالهم، بامبيرس لولادهم، كيوكلوهم ويشربوهم، كيصنعوا لهم التواليطات خراو، وحتى البابيجيني كيجيهم الماء، المياه الغازيه كتجيهم، المشروبات، اللحوم، كلشي كيجيهم من برا. هادو بغاو يعلموا الغرب كيفاش يعيشوا. ايماجينيت اللي يخرج من العالم الاسلامي راه نجح، واخا يمشي للصين، يمشي لفيتنام، يمشي غير تخرج من دولة إسلامية غادي تعيش سعادة، واخا تعيش فقير تعيش سعادة، لأنك تكون حر نفسك. والحرية ما تتباع ما تشرى. السعوديين راه عندهم السعوديين والقطريين والكويتيين والإماراتيين كل شيء عندهم إلا حاجة واحدة، الحرية. داكشي علاش كتلقاهم يخويو بلادهم ويمشيو يعيشوا في أوروبا. الناس اللي عندهم فلوس، الفقراء منهم جالسين ربهم في السعوديه وجالسين في الكويت والامارات. داكشي علاش تلقاهم من يفوتوا الفاكونس ما يمشيوش يفوتوا في الدول العربيه، كيمشيو لاوروبا، كيقعدوا 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور. الامراء ديال السعوديه عايشين في امريكان وعايشين في اوروبا، ها لندن ها فرانكفورت ها، وعندهم اموال ولكن محرومين من الحريه. لو كان تخيروا تقول له تعيش فقط في اوروبا ولا نعطيك الفلوس في السعوديه، يقول لك راني هارب من السعوديه وانا عندي الفلوس بلا ما نحتاج. على اي حال، ها المايك فري الاخوان. ميرسي. شنو واقع هنا؟ ميرسي اخي جبريل، ثانك يو فيري ماتش. صباحك مبارك لو كان عندك الصباح، وكان عندك العشيه، عشيتك مباركه. ايوا اش كتعاودوا؟ الخوت هاد المواضيع ديال الاسلام كتصب كنا صبحنا على رغوات، صبحنا الله. عرفتي شنو غادي ندير لكم؟ واحد الحاجه، غسان كيمشي في الزنقه وكيقول للناس شكون هو اذكى شعب في العالم.